مراد ملقب بالمش. كنت كنخدم مخبر الشرطه واحد لا بيريود من 2010 حتى ل 2022 17 6 وقع لي واحد المشكل. دوزت 4 شهور ديال الحبس، خرجت 17 10. خرجت عطيت للناس اتساع للشرطه كذا. انا عندي خدمتي، عندي محل ديال التبقالات، عندي روجيس كوميرس، مخلص الضرائب ديالي، غادي مزيان في حياتي وغادي مع مرضي. عندي السكر رخيب وكان عندي واحد المشكل اخر في صحتي. بخير المهم الحمد لله، حياتي مستقره مع وليداتي غادي بخير. ويلات كنتفاجئ الزوجه ديالي تتلوح لي واحد الارتيكل فيه انا وفيه واحد المسؤول امني ديال منطقه مولاي رشيد، رئيس الشرطه القضائيه ديال امن مولاي رشيد، وواحد السيده اكس ما تنعرفهاش انايا. حتى كنكتشف بان دايريني انايا بان انا راه وسيط وانا عندي علاقه بهذا الخوه الخاوي اللي كاتبين عليا وهذا مع لا تواجد هذا. انا الوسيط بيني وبين هذا الرجل المسؤول الامني، مع العلم ان انا عندي مشكل مع رئيس الشرطه القضائيه. كان عندي واحد المشكل معاه كبير، وصلنا لاعلى بلايص في الرباط، وصلنا للمسائل وتوضحت الامور وتخدى لي حقي وكل مشى بخاطرو، يعني بمسائل قانونيه بقوه القانون، فهمتيني ولا لا؟ ودابا كنتفاجئ انا دايريني مع السيد كيقول لك انا والسيد ما عندي به علاقه. يدخلوا للسيد تليفونه للخبره ويجيو يدخلوا لي تليفوني انا للخبره. الا تصابت عندي شي علاقه ماشي غير معاه، هو مع اي بوليسي منطقه مولاي رشيد. انا 17 10 2022 انقطعت العلاقه ديالي برجال الشرطه، وبدا انا كتجدني غيره على البلاد وكان كضرني خاطري ملي نشوف شي خصوصا تجار المخدرات، فهمتيني، وصعب السرقه وهذا راه معروف. انا راه دابا ملي غتلوح هاد الانترفيو راه تشوف لي كومونتير ما غتسمعها الله يعطيك صحيحتك. راه ما عيط، راه دوزت 14 عام في لابيجي. انا راه ماشي دوز ضباط اللي كنعرف راه ريحوا راه شدوها انتريتي دابا، فهمتيني ولا لا؟ دابا المشكل هو هادشي. شكون يديروا لي واحد دابا هاد الاستهداف بغاو الا تخص السمعه ديال رئيس الشرطه القضائيه، بغاو يوسخوا لي السمعه ديالو. علاش؟ انا نقول لك انايا كاد السيد كاع عندي معاه مشكل، ولكن السيد والله سيدي لا رجل نزيه، ماشي حيت غنشكرو. انا راه واصل مع المشكل راه ما بلاصتي شي شحال هادي واصل شي واحد بلاصتي انا ما غاديش يشكرو، فهمتيني ولا لا؟ ولكن انا غادي نشكرو. علاش غنشكرو؟ بالحق داكشي اللي كاين اللي شافته عيني، واللي بحكم التجربه ديالي رانا واحد المده طويله في لابيجي. شي من نهار جا السيد في 2022 واقسم بالله الا مولاي رشيد في واحد الضغط. هادو تجار مخدرات اللي دايرين الضغط هادو، وخصوصا واحد تجار مخدرات اللي هما في المجموعه 6، فهمتيني؟ في المجموعه 6 في المجموعه 6 الزنقه 10 هما اللي كيديروا هذا الشيء هذا، وعندهم هدف. علاش هما اللي كيروجوا هذا الاشاعات بحكم علاش؟ حيت هذا السيد هذا رئيس الشرطه القضائيه كيدير خدمته 100%، ماشي 90%، 100% رجل نزيه. انا كنشكرو. علاش انا كنشكرو؟ حيت رجل نزيه، راجل كيدير خدمته بحال هاد الرجال هادو ما غيبغيوهمش يخدموا في مولاي رشيد. شي واخا يمشي هاد رئيس الشرطه القضائيه يمشي بحالته، غيجي واحد اخر رجل نزيه بحالو حتى هو غيحاربوه بنفس كذا باكاذيب وهميه، ولا خطاو ليه سميتو ويكذبوا عليه ويقولوا لي انت كتاخذ اتوات انت كدير. هو اقسم بالله العلي العظيم ما كيشد ريال، وانا نبصم ليه بالعشره. هاد السيد واخا نعرف انا مسؤول على اي كلمه تنقولها، والله ما تياخذ ريال هاد السيد بر الله، وما عندوش مع لي زانفورماتور وما كيحملش. ما السيد شاد تيقارو باغي الخدمه كيخدم. عمرك شي لاب بيجي كيخرج للتيران برجلو؟ راه ما غيديرهاش شي واحد. انا كنعرف الشافات اللي دوزنا معاهم حنا راه ما كانوش تيخرجوا الضباط وتيخرج برجلو. هذا عنده غيره على خدمته وحار نفسه حاره تيبغي يخدم، واش فهمتيني ولا لا؟ فاذا بي هاد الناس هادو باغيين يوسخوا السمعه ديالو. بعض انا راه شوف، انا راه جاو تهجموا عليا. انا راه انا عندي محل ديال التبقات وكندير الموسيقى وعندي ما يفيد بهاد الهضره اللي تنقول لك. انا جاو تهجموا لي عند واحد الفنان ساكن حداهم داير لخو عيد ميلاد، وبشهاده شهود هاد الهضره اللي تنقول لك. انا كنقول بشهاده شهود. جاو تهجموا لي عند واحد الفنان اللي سميتو معروفه بالمجموعه 6 تيدير داكشي ديال القصب وداكشي ديال الليره وكمانجه وتار، فهمتيني ولا لا؟ وجاو تهجمات عليا هاد تاجره المخدرات، هي الزوج ديالها وخالها اللي هو حاليا راه مبحوث عليه، هو باقي تيتاجر في المخدرات، فهمتيني؟ حاليا راه تيتاجروا في المخدرات، فهمتيني؟ حاليا تيتاجروا في المخدرات، ولكن خدامين بصحه ديك السعبه ديال بالريط، فهمتي؟ حيت السيد هذا رئيس الشرطه القضائيه خانقهم بهذا المصطلح هذا شويه زنقاوي. خانقهم بمعنى الكلمه، وماشي غير هما، خانق منطقه مولاي رشيد باكملها. اي واحد كيتاجر ضد القانون ولا كيخالف الجريمه راه هو ضده.